السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناتي قناه عالم خديجه. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غنحضر معكم وصفه ديال الحمص محمر في الفرن بطريقه سهله وصحيه كذلك، فكيجي مقرمش ولذيذ بحال تماما اللي كنشريو من على برا. المهم انه خالي من المواد الحافظه وكنحضروه بسهوله وما كيحتاجش منا واحد المجهود كبير او لا وقت كثير. اذا بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. تنحتاج واحد الكمية من الحمص، فأنا هنا عندي تقريبا ما بين 250 غرام حتى 300 غرام. فأنا اختاريت هنا الحمص اللي كتكون الحبة ديالو غليظة ماشي الرقيق، لأن هذا هو اللي كيجي أحسن في الوصفة. غادي نقيوه مزيان وغادي نغسلوه، ثم غندوزو باش نقعوه في الماء الساخن. فأنا هنا حيت غنحضروه يعني في نفس النهار فغندير ليه الماء الساخن. يمكن لكم تنقعوه ليلة كاملة بالماء البارد، يعني لكم الاختيار. ثم غنضيفوا ليه واحد نصف معلقه صغيره ديال السكر سنيده اولا السكر خشن، هكذا باش كنسرعوا العمليه ديالو ديال الترقاد اولا ديال النقع. صافي، وغادي نغطيه ونخليه على جنب حتى كيرطاب تقريبا شي 3 سوايع، وعاد غندوزو باش نصفيوه. هنا انا بعد ما صفيتو كيف شفتوا الحبه ديالو غليظه فراه رطاب. انا هنا غنوضعوه في اللاطه اللي غتدخل الفرن، وغنسخن الفرن على 180 درجه هكذا باش غندخلو واحد شويه حتى كينشف تماما من الماء وكتحيد منه ديك الرطوبه، باش كتجيني يعني كيجيني الحمص. هاد الوصفه هذه كتجي زوينه وكيجي مقرمش. هنا بعد ما دخلته الفرن تقريبا ما بين 5 حتى ل 10 ديال الدقائق باش حيدات منه ديك الرطوبه ديال الماء، فغنخليه حتى يبرد وغندوز باش نتبلو. هنا انا بالنسبه للتوابل فغنتبلو بالكمون والبابريكا اولا الفلفل الحلو ثم الملح. فالتوابل كتبقى على حسب الذوق ديال الشخص. هنا الاضافه اللي غنضيف ليه هو صوص صوجا، فكيعطي واحد اللذه رائعه للحمص. ثم الفلفل الحار، يعني على حسب الذوق ديال الواحد، اللي كيبغيه يديرو اللي ما كيبغيش ما يديروش. ثم عندي الثوم مجفف، شويه ديال الفلفل الاسود. فكيف قلت لكم فالتوابل كتبقى على حسب الذوق ديال الشخص، يعني ممكن تبلو باش ما بغيتو. هنا غنضيف واحد 2 معالق كبار تقريبا ديال زيت الزيتون، فضروري ما يكون زيت الزيتون لانه هو اللي كيعطي واحد اللذه رائعه وخاصه. ثم ملعقه ديال صوص صوجا. وهنا الدور ديال صوص صوجا انه كيعطي واحد الرطوبه من الداخل، يعني ما كيجيناش قاصح الحمص. وهنا غنتبلو بالملح والبابريكا، الكمون، الفلفل الحار، ثم الفلفل الاسود غير شويه فقط. وهنا غنضيف الثوم المجفف. صافي، كانوا هادو هما التوابل اللي تبلت بهم الحمص. غادي نحركوه جيدا حتى كتدخل ليه ديك التوابل مزيان. ثم انا غنخليه على جنب حتى كيرطب مزيان وكيشرب ديك العطريه وديك التوابل مزيان. تقريبا كنخليه لمده ساعه، وعاد غندوز باش نكمل الوصفه. هنا كيف شفتوا فانا خليته تقريبا واحد ساعه حتى تبل مزيان وشرب العطريه مزيان. وغادي نشعل الفرن على 180 حتى ل 200 درجه، غير المروحه يعني غير الفرفاره. ما كنديروش ما كنشعلوش الفرن العادي، كنديروا غير المروحه فقط. ثم غنوضعو في اللاطه اللي غتدخل الفرن وكنسرحوه جيدا، يعني ما كنخليوش حبه فوق حبه، ضروري ما كنبسطوه كامل فوق من
فوق من لاطه. ومن بعد ملي كندخلوه الفرن فضروري ما كنحركوه مره تقريبا كيطلب لينا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه صافي وكيكون واجد. وكيف قلت لكم ضروري ما مره كنحلوا الفرن وكنجبدوا اللاطه شي شويه وكنحركوه مزيان باش هكذا كتدخل ليه كامل، كيدخل ليه داك النار وكيتحمر لينا من جميع الجوانب. اذا هنا انا بعد ما سرحته فدخلته الفرن، هنا بعد ما خرجت الحمص من الفرن فكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع والمنظر ديالو زوين وكيمكن لينا نتبلوه باي حاجه بغينا واي حاجه عندنا في البيت. اذا كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، فكنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. وطبعا الا عجبتكم ما تنسوش تخليوا لي لايك للفيديو، تعليق من تعليقاتكم الجميله. وما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم، وصفه قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم.